لم نكف يوما عن التفكير في الهجوم على العدو الذي يحتل أراضينا حتى في أحلك ساعات الهزيمة. يونيو 1967. لقد كان الموضوع ينحصر فقط في متى يتم مثل هذا الهجوم، وربط هذا بالتوقيت وبإمكانيات القوات المسلحة لتنفيذه. ده كان كلام الفريق سعد الدين الشاذلي في مذكراته عن حرب أكتوبر أثناء ما كان رئيس أركان القوات المسلحة قبل حرب 73. الكلام ده إذا كان على لسانه فهو بيدل على موقفه هو وكل قيادات القوات المسلحة، إلا أنها يا صديقي كانت رغبة ساكنة جوه قلب ونفس كل مصري، وخاصة المجندين في القوات المسلحة المصرية واللي مستنيين بفارغ الصبر للوقت المناسب للهجوم. بل كان الوطن العربي كله في انتظار الوقت المناسب اللي احنا نقدر نهجم فيه على العدو ونخرجهم من الارض اللي احتلوها، وكان من ضمن الناس اللي في انتظار شديد، بل كان بيعد الايام والساعات وبيبذل مجهود كبير وتدريبات شاقه هو وزمايله عشان يوصل لاعلى كفاءه وجاهزيه اثناء الحرب. بطل من الابطال الاسطوريين اللي صعب يجي زيه تاني، بطل حقق المعادله الصعبه في استخدام الاسلحه المعقده وكلف جيش العدو تكاليف كبيره جدا من الصعوبه ان اي حد يحققها. حكايتنا اليوم يا صديقي مع البطل المصري صائد الدبابات محمد المصري. بطلنا محمد المصري اتولد في قرية سنهوت التابعة لمركز ديار بنجم في محافظة الشرقية، وده كان سنة 1948. كان ميلاده في أسرة بسيطة متواضعة زي أغلب الأسر المصرية، ولكن والده توفى وهو في سنة 5 ابتدائي، ولأنه أكبر إخواته نشأ على تحمل المسؤولية وإعطاء الأمور قدرها الحقيقي، وده اللي هنلاحظه في شخصيته قبل وأثناء حرب أكتوبر. السنة اللي اتولد فيها البطل محمد المصري سنة 1948، كان وقتها مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، وده خلاه يكبر في دماغه فكرة النضال ومقاومة العدو اللي احتل أرضه وأخذ خيارات بلده. كبر الولد الصغير واشتد عوده وبقى جاهز إن هو يلتحق بالجيش المصري، وزي رفاقه اللي معاه كان عندهم الدافع والإرادة إن هم يدخلوا الجيش ويحاربوا حتى لو ده هيكلف إصابتهم أو حتى استشهادهم. البطل محمد المصري في احد لقاءاته التلفزيونيه كان بيقول: امي الله يرحمها كانت من اكتر الناس الداعمين ليا، كانت دايما بتقول لي وانا راجع الجيش خليك راجل. وفعلا ما كدبش خبر واثبت رجولته في الاحداث اللي هنعرفها بعد شويه، حتى انه كان بيقول البطولات اللي انا حققتها ولقب صائد الدبابات ما جاش من فراغ، ده كان بسبب دعمي وتشجيعي من امي ومن المقدم الشهيد صلاح حواش قائد الفرقه اللي كان بيخدم فيها البطل محمد المصري. خليك راجل، الجمله دي ممكن تشوفها عاديه يا صديقي، لكن بطلنا ترجمها وهو في تدريباته واثناء الحرب بمنظور مختلف تماما. خليك راجل يعني تكون قد المسؤوليه في الحرب وتقاتل قتال الرجال. خليك راجل يعني تحافظ على مخزون السلاح اللي معاك وتستغله احسن استغلال، لان ثمنه مدفوع من دم الشعب المصري. البطل محمد المصري اتجند في سلاح الصاعقه لمده 3 سنوات، وبعد كده التحق بسلاح المظلات قبل حرب اكتوبر علشان هنا تبان بطولاته وامجاده الحقيقيه. لما دخل سلاح المظلات كان واحد من ضمن فرقه مخصصه لاستخدام الصواريخ المضاده للدبابات، وكانوا يعتبروا خط الهجوم الاول وفي الصفوف المتقدمه عشان يضربوا الاهداف الحيويه لجيش العدو، وكانوا بيتكلفوا بمهمات خاصه انهم يتوغلوا في المساحات اللي بيسيطر عليها العدو عشان ينفذوا عمليات نوعيه دورها ان هي تضعف قوته. الجدير بالذكر والدهشه ان الصواريخ المضاده للدبابات اللي كانوا بيستخدموها كانت من ضمن الاسلحه اللي الجيش المصري جابها من الاتحاد السوفيتي عشان يسلح بيها الجنود للحرب، وكان الزمن اللازم لتجهيز الصاروخ وانطلاقه 100 ثانيه حسب الخبراء الروس، وده بسبب صعوبة التعامل مع النوع ده من الصواريخ وتعقيده، وكان حسب كلامهم ان ده اسرع وقت تقريبا حد يقدر يوصل له، وصعب جدا اختصاره اكتر من كده. لكن شوف بقى جبروت الجندي المصري لما يكون عايز ينتقم من البطل محمد المصري ورفاقه، قدروا ان هم يختصروا زمن تركيب الصاروخ وانطلاقه ل 40 ثانية، وده كان رقم خيالي وسبب دهشة للخبراء العسكريين وقتها. انت متخيل يا صديقي من 100 ثانيه ل 40 ثانيه، يعني تقريبا اختصروا نص الزمن اللازم. لحد هنا تمام وعاش يا ابطال. لكن الغريب بقى والمدهش لما الجنود ابتدوا يهجموا على العدو في 6 اكتوبر. تخيل معايا ان البطل محمد المصري دمر لوحده 27 دبابه. 27 دبابه ده رقم ضخم جدا لو تعرف، وده تقريبا الرقم القياسي لعدد الدبابات اللي قدر جندي بمفرده انه يدمرها من دبابات العدو. فكر كده وتخيل كم الخسائر اللي تسبب فيها محمد المصري جيش الاحتلال. فرد مترجل بيهاجم بصاروخ قيمته لا تتعدى مئات الدولارات، يدمر 27 دبابة قيمة الواحدة فيهم تتعدى ملايين الدولارات، وده وسط ظروف حرب صعبة وتحصينات شديدة بيتمتع بيها العدو. تعال بقى للأكثر اندهاشا، إن كان من ضمن ال 27 دبابة دول دبابة العقيد عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع لجيش الاحتلال، واللي طلب بنفسه بعد ما وقع في الأسر إنه يقابل محمد المصري عشان يشوف الجندي اللي تسبب في هزيمته وإذلاله قدام العالم كله. البطل محمد المصري كان عنده عزيمة وإصرار وتحدي انه يهزم الاسطوره الكذابه لاكتر كيان كاذب في العالم. كان عارف انه بالاراده والمشيئه يقدر يهزم اي حاجه مهما كانت قوتها، عشان كده قدر يحقق النصر هو وزمايله جنود الابطال. وطبعا ما كانش غريب ابدا ان هو يتكرم بارفع الاوسمه العسكريه وسام نجمه سينا. كان بيوصف شعوره بعد الحرب كان مختلط ما بين الفخر والفرح انه قدر ياخد بطاره وبطار اهله
وكان سبب في تحرير أرضه. وكان من ضمن تعليقاته المهمة إن سبب الانتصار بعد مشيئة ربنا سبحانه وتعالى هو تعاون القادة مع الجنود والعلاقة المتينة اللي كانت بتربطهم ببعض ومشاركتهم للصعاب اللي مروا بيها، وده تقريبا نفس اللي بيحصل في كل حركات التحرر الوطني. ما كانش ابدا هدفه وهو بيحارب ان هو يتكرم او ياخد شهره كبيره، بل كان بيقاتل ويحارب وكان مستعد للاستشهاد في اي لحظه. وبعد سنوات كبيره من انتهاء الحرب، البطل محمد المصري فضل يناضل ويجاهد لكن بشكل مختلف. كان دايما بيجتمع مع الشباب في الندوات واللقاءات عشان يحفزهم ويفكرهم ان هم هيكونوا ابطال زي الناس اللي سبقوهم. كان طول حياته متواضع ومحتفظ بتراث بلده وعاداته وتقاليده المصرية الأصيلة. وفي 7 نوفمبر 2024 رحل محمد المصري عن عمر أكتر من 76 سنة عشان يسيب وراه قصة بطل تحكيها الأجيال وتتغنى بيها. بطل محمد المصري كان اسم بيترعب منه الكيان المحتل وبيخافوا إن هو يتكرر مع الزمن، ولو حد زيه موجود حاليا فتأكد إن هو مسبب لهم الرعب والخوف وبيحاولوا يتخلصوا منه بأي طريقة. بطل محمد المصري شخصية أسطورية كانت وما زالت موجودة بينا، أثبتت لينا إن الإنسان المؤمن بنفسه وبعقيدته يقدر يغلب أي عدو مهما كان جبروته وإجرامه. وأكيد في يوم من الأيام هيجي آلاف الأبطال اللي زيه ترفع دايما رايتنا وتكون سبب في انتصارنا. ممكن يكون أنا أو أنت، ليه لأ؟